بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى عليه يشفع فيك في الأول وفي الآخر. يعني لو في كوباية شاي ولا فنجان قهوة تعملهم من نفسك كده عشان خاطر الكلام ده أول مرة هتسمعه. أنا استنيت على فكرة لغاية ما البطولة العربية خلصت والهوجة خلصت وخلاص النهائي بكرة. تمام. والمنتخب طلع والناس اتكلمت والناس كلها قالت آرائها، المتخصصين والمحترفين واللي جوه النظام واللي بره نظام الكورة والإعلاميين. تمام. بس الكلام ده ما حدش اتكلم فيه، انا مش عارف ليه، مع انه يعني واضح، الكلام واضح. تمام. بس هناخد بس نقطة نقطة. اول حاجة دلوقتي، حلمي طولان لما اتكلم ان لو كانت لعيبة بيراميدز كان خدها معاه كانت تفرق. اه كانت تفرق معاه. بدليل ان حسام حسن كان فارق معانا في نهائي البطولة العربية اللي احنا خدناها اخر مرة بهدف جابه في السعودية. الهدف ده يا جماعة اللي ما شافش الجون ده يرجع يشوفه. من اجمل الاهداف اللي جبناها كمنتخب مصر بتيشيرت او بقميص منتخب مصر. حسام حسن جابه. الجون ده كان على الطاير، سند بايد واحده وطار برجلين الاتنين، عمل فيها كابتن ماجد تقريبا وقتها. حسام حسن بصراحه عمل جون يدرس عالمي. بس سيبنا من النقطه دي. فبالتالي اللعيب بيفرق ومجموعه لعيبه بتفرق، خصوصا انك انت عندك كمان في المنتخب او في مصر عامه مفيش مهاجم. يعني الاهلي عمال يلف ويدور ويبرم من بعد وسام، بيدور على مهاجم مش لاقي. بيدور على مهاجم من بره، وسام اتباع وما كانش المفروض نبيع وسام. وسام عايز يمشي بس ما كانش المفروض نرضى له ومش عارف ايه. صح ولا لا؟ مش ده اللي حصل؟ فبالتالي احنا عندنا ازمه مهاجمين يا جماعه. يعني انت عندك عماد متعب ما عندكش، عندك عمرو زكي ما فيش. فبالتالي هو اصلا المنتخب الكبير عنده مشكله في راس الحرب. فالمنتخب الرديف اللي هو اصلا بقى يعني متقصقص منه لعيبه كتير عنده نفس المشكله، بل بالعكس بل على اسوأ. وفي كذا مركز. المنتخب كان مستواه انا شايف ان هو في اول ماتش مع الكويت واول ماتش مع الامارات كان الاقوى. كان مسيطر وكان مستحوذ بس ما عندوش حد يفنش. ما عندوش حد يفنش. طب حلمي طولان صح ولا غلط؟ هو صح في كلامه، لكن غلطان ان هو اصلا ارتضى بمنتخب عارف ان هو مش هيحقق له اللي هو عايزه وسافر بيه. مش هيضحك على بعض. يعني اتحاد الكوره اداك مسؤوليه وده اسم مصر. اعتذر يا اخي. ووقتها لما المنتخب دوت يفشل مع اي مدرب تاني، لان هو المشكله مش فيك. خلي بالك لو اي مدرب تاني راح سواء بقى اللي قاله اسلام عيسى لما قال لك المفروض ان احنا كنا مش عارف ايه، كان علي ماهر لو كنت جبت مين كان بالطقم ده من غير راس حربة سوبر. مش قصدي يعني، ما في كان في وقتها احنا رحنا بثلاث رؤوس حربة يعني، بس هو يعني ما فيش حد فيهم سوبر يعني، او ما حدش فيهم في مستواه المعهود عليه، بما فيهم شريف طبعا وحسام حسن ايام ما كان هداف الدوري. محدش فيهم في مستواه دلوقتي. فمش هضحك على بعض. اي حد كان هيروح، ما انت هترفع لمين؟ هتباصي لمين؟ سرور مين هينفرد ويجيب جون؟ مفيش. فالفرقه بتتكتل قدامك اول الشوط الاولاني، بتخليك خلاص الضغط المتقدم ده وعاصرهم وهم ماسكين نفسهم. شدوا حيلكم يا رجاله، مفيش جون يخش فينا اهم حاجه، لغايه ما ايه ما تستنفذ قواك فيعملوا هجمات سريعه مرتده في الشوط الثاني. وعندهم الهداف بقى اللي مش موجود عندك، اللي من فرصه او فرصتين بيجيب فيهم جون او جونين. انت ما عندكش للاسف يعني. انا يعني انا زعلان بقول الكلام ده. احنا عندنا مشكله في ضربات الجزاء. يعني عمرو السولية ضيع ضربه جزاء، وقفشه لما جاب ضربه الجزاء الثانيه، لما جاب ضربه الجزاء الثانيه شاطها في النص وخبطت في ايد الحارس كان ممكن يصدها. يعني الحارس هو لو كان توقعها او كان وقف مكانه كان صدها كان مسكها. فاحنا عندنا مشكله يا جماعه في ضربات الجزاء. ما بنشوطش ضربات جزاء اصلا. فبالك بقى من انفراده ولا الكره بقى بالراس ولا هيدر ولا بتاع. فالموضوع سيء. انت مستحوذ وخلاص على الفاضي. ولو انت عايز تتكلم، شوف انت اول ماتشين دول قريبين من ماتشات الاهلي في المنتخب بعد وسام ما مشي، مع انبي وبتروجيت بقى والفرق دي. قارص 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 الاهلي. لكن ما فيش حد ايه، يعني للاسف ما فيش حد منهم يقدر يترجم الاستحواذ ده لاهداف. فكنا بنتعادل. فلا، يعني في الاول وفي الاخر لا، المنتخب كان في حاله صعبه جدا في عدم وجود راس حربه. تمام.
مستواه الليفل ما كانش الليفل اللي هو يليق بمستوى منتخب مصر، لكن يتغلب على الامارات ويتغلب على الكويت، وكان ممكن يصعد مع المنتخب الاردن لو كان كسب الماتشين دول بست نقط، ولو كان حتى تعادل او مثلا بعد كده اتغلب حتى كان عدى بست نقط. لكن لان هذا المنتخب هو مستواه كده، تمام، سواء كانت لعيبه كبيره في السن او كانت لعيبه خلاص، يعني مش عارف هو، يعني في لعيبه كبيره كانت بصراحه يعني كانت كويسه، زي مش عارف بيروحوا قطر، يعني حاسس ان الليفل بينزل. انا ما اقصدش حاجه والله، يعني بعيدا عن يعني معظم اللعيبه مش كلها طبعا، يعني بن شرقي مثلا فايق، تريزيجيه يعني مستواه كويس، وان كان في الاول كان متخبط، مستواه بدا يسعد مستواه شويه شويه. لكن حمدي فتحي يعني في قد شفناه في كاس العالم للانديه، فواضح ان الدوري القطري مش في قوه الدوري المصري. يعني انا ما اعرفش ده، ما بتابعوش، بس انا شايف ان اللعيبه او اللعيبه هناك مثلا بتستريح، رايحين بقى موظفين، انا ما اعرفش في ايه بالظبط. لكن اكرم توفيق، آه، حمدي فتحي، لا برضه حمدي فتحي نفس الموضوع يعني، فمش هو ده حمدي فتحي احنا نعرفه يعني. طبعا الحاج قفشه ربنا يبارك فيه يا رب، جميل جميل بصراحه. السولية ظلم، السولية ان هو يلعب معظم الماتش، السولية ممكن يلعب شوط بالكتير، لان هو بعد كده خلاص مجهوده بقى قليل، وانت اصلا انت في ارتكاز في وسط الملعب قدام فريق بيدافع بيترجم دفاعه دوت لهجمات مرتدة سريعة وشرسة. ومش عارف بصراحة يعني إن كلام كتير بقى بالكلام دوت، هتركزوا يا جماعة ازاي، والعميد الأصلي والعميد المزيف ومش عارف ايه كلام، يعني كلام كده ايه يعني، مش عارف بصراحة، أو العميد مش عارف ماله الكلام ده يعني. نركز يا جماعة في التاسكات اللي احنا واخدينها، تمام. ومش هقول بقى ان كنت جبت واحد هربان هرب قبل كده من المنتخب والكلام دوت وهرب من الاهلي، انا ما اعرفش اللي حصل ايه بالظبط، ممكن هو قال له انا ماشي وهم قالوا لا، قال له ماشي ومش عارف ايه، وبعد كده قال لا ده هرب، تمام. ممكن كان تاريخه قبل كده ما هو هرب من الاهلي، يعني مش بقول هرب من مرتين وهو المظلوم. ما علينا، مش عارف جه المره الثالثه ليه مش عارف، بس ما علينا، يعني كويس هو ما هربش المره دي، او ما كانتش هتفرق، يعني مش هيجي نتيجه اسوأ من كده يعني. فكابتن حلمي طولان، كنت قلت يا جماعه المنتخب ده عندي تعقيب عليه واحد اتنين تلاتة أربعة، ويا إما تنفذوا اللي أنا عايزه يا إما أنا آسف مش هقدر أنفذ الماتيريال. كان وقتها كان وقتها لو كان حصل حاجة كانوا قالوا لك كلمة جميلة جدا، كانوا يقول لك فعلا معاك حق يا كابتن، واحنا غلطانين، ولما فعلا انت ما رضيتش تتقبلها وما سمعناش الكلام ورحنا، تمام، يا ريتنا كنا سمعنا كلام الكابتن حلمي طولان، كنت هتبقى اسطوره اكتر ما انت اسطوره. لكن دلوقتي انت كسرت حاجات في تاريخك وخليت لعيبه تتكلم عنك، وخليت مش عارف مين يقول مش عارف ايه، والموضوع كان يعني للاسف كان الموضوع مزري، وكان شكلنا وحش يا جماعه. سيبكم من البطوله، يعني فلوسها اكتر من فلوس بطوله افريقيا، وانها رسميه برضه زي الفيفا، يعني هتعتمد تتحسب لك، فانت خسرت بطوله رسميه. لا سيبك من الكلام ده كله، والفلوس اكتر. اسم مصر، التيشيرت ده ليه احترامه وليه هيبته. اللعيب إن ما كانش في المستوى ان هو يلعب بالتيشيرت ده ما يلبسوش، إن ما كانش حاسس بقيمته، ما كانش بياكل النجيله، ملوش لازمه. يعني انا شايف كده، نروح رديف ومش رديف، ده كلام يعني لا يصح ولا يليق باسم مصر. يا جماعه احنا بنبقى افريقيا من المغرب يا جماعه، ثلاثة افريقيا ورا بعض، ثلاثة افريقيا ورا بعض،